السلام عليكم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. هذه اول قصه لينا على هذه القناه اللي تنتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع كاع حبابكم وصحابكم. في القصه ديال اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع اللي كان غيدمر حياه الشاب انس بسبب عالم الديب ويب. ودابا عطونا ودنيكم وعيشوا معنا الأحداث مع أنس. سلام، سميتي أنس، عندي 22 عام. من صغري وانا مهووس بالتكنولوجيا، وكنت كنبغي شي حاجه سميتها البيسي او بمعنى اخر الحاسوب. كنعقل على نهار شرا الوالد ديالي اول بيسي ديال الخدمه، ومره كان كيعطيني نتفرج ونلعب فيه، لدرجه تبليت بيه بزاف. وليت كنتسنى الوالد يمتيت عليا الخدمه ديالو باش ناخذ نخربق فيه كيما والف، وبقيت على هذا الحال حتى غادي نوصل ل 16 عام. ديك الساعه كنت كنقرا في الليسي، باقي عاقل على واحد النهار كنت واقف مع صحابي في الساحه حتى يجبدوا واحد الموضوع على الانترنت. شويه هو ينقص واحد صاحبنا قال لنا باقي ما شفتو والو، وهو يجبد التليفون ديالو وبدا كيورينا شي تصاور شويه حساسين. قلنا ليه دقه وحده منين جبتي هادشي؟ قلنا ليه واش انت هبيل ولا شنو؟ وهو يقول لنا هاد التصاور والفيديوهات جبتهم من الديب ويب. وداك الوقت ما كانش معروفه شي حاجه سميتها الديب ويب بحال دابا. انا داك الساعه جاني الفضول ودغيا قلب لينا الموضوع. وراها كانت عندي واحد ساعتين ديال الفيزيك، الحصه كلها وانا ساهي كنفكر في الهضره اللي قال لينا، وكنفكر في داك التصاور. ومن هنا غتبدا القصه ديالي مع الديب ويب. مع سالة الحصه مشيت كنجري للدار، لحت الشكاره ومشيت هزيت البيسي، واول حاجه نبحث عليها هي الديب ويب. بقيت ساعات وانا كنقلب على معنى الديب ويب وكنتفرج فيديوهات كيشرحوا المعنى ديالو. فهمت من هادشي كامل هو واحد الجزء مخفي من شبكه الانترنت ما كيقدرش يوصل لها اي واحد. المواقع اللي فيه ما كيبانوش في جوجل، بما انهم ما كيبانوش في جوجل اذا اي حاجه غير قانونيه كاينه فيه، على سبيل المثال مخدرات ولا اسلحه وفلوس الى اخره. كون كان شي واحد اخر اللي قرا هادشي كون حبس التحربيق كامل، ولكن هادشي زاد شعل فيه العافيه اكثر وخلاني دابا ما بقيتش غير كنقلب على كلمه ديب ويب، وليت كنقلب كيفاش ندخل ليه. بعد ايام قليله من التقليب لقيت واحد المتصفح اللي سميتو طور، وهذا هو البروغرام اللي غيخليك تحط رجلك في الديب ويب. شارجيتو ودخلت ليه، وبدا قلبي كيضرب شويه، ما عرفتش واش من خوف ولا حماس. بقيت كنتصفح الموقع الاخر. المره الاولى بقيت كنلقى غير شي مواقع فيهم شي معلومات ما عندها باش تفيدني، ولكن موراها بديت كنلقى شي مواقع فين كيتباعوا الاسلحه، وكنت تقدر تلقى كاع قتله ماجورين. هادشي كان كيعاودوا لنا صاحبنا، دابا كنشوفو بعيني. ولكن بعد 45 دقيقه وانا في الديب ويب طلع لي واحد السيت فيه فيديوهات ديال الناس بجوده طايحه بحال مصورين بتليفونات القدام، حتى كتجي عيني في واحد اللايف فيه واحد الراجل محزون وبارك فوق واحد الكرسي، وكاينه واحد الموسيقى شويه كتخلع. حتى كنت باغي نخرج وهي تجي عينيك على واحد المحادثه كاينه تحت اللايف، الناس كيعطيو الاراء ديالهم على هادشي. جاتني غريبه، قلت على ماشي انا راسي بوحدي اللي داخل الديب ويب. كانوا تقريبا واحد 15 واحد اللي كيدويو، قلت علاش حتى انا لا ما نعطيش وجهه النظر ديالي. ديك الساعه صيبت كونط درت شي سميه مزيفه وانا نكتب اول ميساج كتبت فيه هلو. داك الساعه كلهم غيسكتوا ورا ما صيفط الميساج. بعد دقيقه ديال الهدوء جاوبني واحد قال لي مرحبا بك، كنظن لقينا الضحيه الجديده من نلعبوا بها اليوم. انا قلت في راسي راه غير كيضحك معايا. قلت انا نكمل معاه في الضحك ديالو. قلت ليه بالضحك اش كدير زعما اش دير زعما الا كنت انا هو الضحيه غتجي زعما للدار تخطفني؟ قال لي هادشي اللي غنديرو ما تخافش. انا ديك الساعه لحميت تبورش ورجلي بردوا عليا، وزاد قال لي راه عارفين انك كنتي كتفرج في الفيديوهات قبيله. غير قال هكا وديك الساعه وانا نخرج من هادشي كامل وطفيت البيسي وانا كامل كنترعد. انا هنا كان كيسحب ليا باللي صافي التجربه ديالي غتسالي معايا. نعست والغد لي فقت متحمس باش نعاود لصحابي هادشي كامل اللي طرا ليا. تلاقيتهم وعاودت ليهم، ولكن حتى واحد ما بغيتش يعني. قلت لهم بعد المدرسه تمشيو معايا للدار ونوريكم هادشي كامل على عينيكم. بعد المدرسه مشينا نيشان للدار، دخلنا البيت عندي وسديت الباب، شحلت البيسي ودرت نفس داكشي اللي درت المره اللي فاتت،
وبديت كنوريهم المواقع اللي قلت لهم، وبما انه كاينين معايا صحابي دابا تشجعت ووريتهم داك الموقع اللي فيه فيديوهات. دخلت ليه ولقيت الكونت ديالي مازال محلول، ولقيت واحد الميساج عندي كان هو الشخص اللي دوا معايا البارح، لقيته مخلي ليا اوديو فيه. الا كان كيسحب لك باللي كنت ضحك معاك وداك الهضره اللي قلت لك البارح فراك غلط. وشكرا حيت خليتي السكايب ديالك محلول في البيسي، وقدرت نعرف سميتك وكنيتك وتصويرتك، وغنلقاك في اقرب وقت. انس. وكان مع هاد الاوديو واحد التصويره اللي خاصك تدخل ليها باش تشوفها. كنت متردد ولكن صحابي شجعوني ودخلت، والصدمه كنلقى تصويرتي ملتقطه من الكاميرا ديال البيسي ديالي. كنسمع صحابي كيضحكوا من اللور، وانا ودني صوت واحد هو داك الصوت اللي سمعت في الاوديو. حتى نغزني واحد صاحبي وقال لي كيفاش درتي تصيبتي هذا الفيلم كامل؟ صحاب ليهم كنكذب عليهم، ولكن ما نلومهمش حتى انا باقي ما متيقش كي دار عرف سميتي وتصويرتي، ولا كي دار اصلا حتى وصل السكايب ديالي. الدراري ملي شافوني ما كنضحكش تبدل وجههم من الضحك لوجه جدي شويه. نوضنا مسحنا داك البرنامج كامل، وهذا الفيلم ديال الرعب كامل خاصو يحبس دابا. من بعد 5 شهور كنلاحظ شي حوايج غراف كيطراو في دربنا، ما عرفتش واش غير صدفه، ولكن مع الوقت وليت ديما كنشوف واحد الطوموبيل كحله عندها جاج شويبه كتحبس اونفاس معايا فين ما مشيت، وغادو كتقرب ليا حتى ولات كتبلاصي قدام دارنا 24 ساعه. تخلعت شويه من هذا البلان، ولكن في هذه الفتره كنت نسيت البلان ديال الديب ويب. جاني هادشي غريب بزاف وانا معيط للبوليس، شرحت لهم الموقف كامل وكيفاش هاد الطوموبيل كتبقى تابعاني نهار كامل، ولكن ما ذكرتش لهم القصه ديالي مع الديب ويب. ولكن قالوا لي حد ما هاد الطوموبيل ما مشكله لك حتى خطر، ما عندنا ما ندير، ولكن ما تخافش غنجيو نضربوا على شي طليله. الغد لي لبست حوايجي في الصباح بكري وكنت غادي نمشي نجري شويه، مع كنحل الباب كنلقى واحد الصندوق صغير مكتوبه فيه سميتي. قلت راه غير شي واحد من الدراري صحابي اللي صيفطوا ليا ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن فاش حليتو داكشي اللي غنلقاوسطو ما عمري غنسى حياتي كامله. لقيت تصاور ديال دارنا من الداخل ومن برا، وبعد تصاور ملتقطين ليا من بعيد ولو انا كنبدل حوايجي، وشي تصاور ليا في مدرسه حتى في الساحه، وكاين حتى تصاور ليا الوالده والوالد، وحتى تصاور ديال صحابي. ولا يسحب لكم هادشي غادي يحبس هنا؟ لا، كانت حتى واحد الرساله مع هاد التصاور اللي كتقول شتي قلت لك راه غادي نعرفك فين كتسكن، ولكن علاش اتصلتي بالبوليس دابا؟ علاش انت اللي خسرتي لنا الحفله ديالنا اللي كنا كنصايبو ليك، وقال لي عندك الزهر. انا فرحان اليوم وغنقلبو عليك شويه، ولكن عمرك تحلم تدخل معنا في شي شهر ولا تولي صاحبنا. ولكن كنوعدك الا شتيك دخلتي عندنا مره اخرى كنوعدك ما غاديش نكون ضعيف. وطبعا كما توقعتوا وافقت على هادشي بلا تردد. ماشي غير ما بقيتش كندخل لذاك الموقع، بل ضربت عليه الديب ويب بصفه نهائيه، وكانت هذه هي اسوأ تجربه ليا في انترنت، وانا متاكد ما غاديش تجي شي حاجه كفاس منها. وقبل ما تدخل للديب ويب خاصك تفكر 2 مرات،